تخيل انك تقدر تكلم اي نظام في العالم من غير ما تعرف ازاي بيشتغل من جوه. ده الاي بي اي، اختصار لي ابلكيشن بروجرامينج انترفيس. وظيفته توفير طريقه للتخاطب بين الانظمه والبيئات المختلفه بشكل موحد مهما اختلفت بيئه التطوير. على سبيل المثال، تخيل انك رايح مطعم كبير، انت قاعد على الترابيزه وعندك منيو فيه كل الاكلات اللي المطعم بيقدمها. جه الويتر اللي هو الاي بي اي سألك تطلب ايه. انت طلبت بيتزا، وطلب حضرتك هنا بنسميه ريكوست. الويتر بياخد طلبك ويروح للمطبخ اللي هو السيرفر ويقول للشيف الطلب بالظبط. الشيف بعد ما جهز الطلب بيرجعه للويتر، الويتر يجيب لحضرتك الطلب وهنا بنسميه ريسبونس. الجميل في الموضوع انك ما تعرفش ازاي الشيف جهز لك الطلب او التفاصيل اللي في المطبخ، انت بس بتتعامل مع الويتر وهو بيطلب ليك الطلب وبيرجع لك النتيجة. يعني ببساطة شديدة الاي بي اي هو وسيط بينك وبين اي نظام او سيرفر. انت بتبعت ليه طلب، هو بيوصل للسيرفر او النظام عشان ينفذه ويرجع لك بالنتيجة. كل ده بيتم من غير ما تعرف ايه اللي بيحصل جوه السيرفر او النظام. انت متخيل